السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه بقى ترند اليوتيوب. وصفه منتشره جدا في اليوتيوب اليومين دول. بصراحه تحفه جدا ما شاء الله. مكونات بسيطه قوي هتعمليها. هقولك ازاي برضو تبقى بالارتفاع ده، وازاي تبقى من جوه كده مستويه وهشه جدا معاكي، وازاي الشوكولاته كده بتبظ من كل حته وسايحه ومحتفظه بالقوام بتاعها. بجد خطيرة. اتمنى ان انتي تجربيها وتغيري برضو في المعجنات، هتعجبك قوي يعني. الوصفة لذيذة حتى ممتعة كده وانتي بتشكليها وبتعمليها. فيها متعة شوية. اتمنى ان انتي تجربيها بجد. تحفة جدا مع كوباية شاي بحليب بقى كده، من الاخر في البرد اللي احنا فيه ده. هتبقى حلوة قوي وهتعجب ولادك ان شاء الله. برضو المكونات بتاعتها بسيطة، يعني مفيهاش اي افتكاسات خالص، وليها كذا طريقة. بس يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك ونسمي بالله. المكونات زي ما قلت لكم سهله جدا. معلقه ونص من الخميره عشان احنا في شتاء، مع 4 معالق كبار من السكر، مع بيضايه هنفصل كده البياض عن الصفار. هستخدم البياض وهركن كده على جنب الصفار بتاعي. هنزل عليهم كيس فانيليا او معلقه من الفانيليا، مع كوبايه حليب، مع ربع كوبايه من الزيت. هقلبهم بقى كويس جدا كده. تقدري ان انت تبدلي اللبن او الحليب ده بميه. هستخدم بقى، لو استخدمتي كوبايه من اللبن هستخدم معاهم ربع كوبايه من الميه. يبقى استخدمت كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الميه. تقدري ان انت تستخدمي كوبايه وربع بس من الميه لو انت مش متاح عندك اللبن. المكونات دي هقلبها بقى كويس جدا، واحط عليهم نص كيلو من الدقيق. وهبدأ بقى ان انا اقلب كده المكونات بتاعتي كلها. اي نوع دقيق انت بتستخدميه، مش شرط نوع معين. هقلبها بقى كده واداري العجين بتاعي. الدقيق كله لازم يتدارى كده واعجنها كويس جدا. لقيتيها بقى محتاجة معلقتين كده من الدقيق، بيبقى حسب نوعية الدقيق. لقيتيها ملزقة زيادة عن اللزوم، زودي لها معلقتين كده 3 من الدقيق ودعاكي فيها قوي. لقيتيها ناشفة معاكي، معلقة مية كده ولا معلقتين مية وتزوديهم عليهم حسب نوعية الدقيق. بعد ما عجنتها كويس جدا بوريكم ان هي ملزقه شويه في ايدي. بقسمها بقى قطعتين كده. تحاولي ان انت عندك ميزان تخليهم متساويين، ما عندكيش حاولي زي ما انا عملت كده، يعني بالنظريه كده. قسمتهم بقى قطعتين قد بعض. هجيب بقى اللي هي الشوكولاته. هحط فيهم معلقتين من الكاكاو، مع كاكاو خام، ومكعب زبده من هنا ومكعب زبده برضو على اللي هي البيضه العاديه. هدعك بقى كويس جدا عشان تبقى غامقه معاكي ولونها غامق، حسب بقى نوعيه الكاكاو معاكي. دعكتيها كويس جدا ولقيتيه لسه لونها فاتح كده، زودي لها كاكاو تاني. زودي الكاكاو لحد ما يبقى اللون معاكي غامق وحلو. شايفين ما شاء الله جميل اللون ده، مش فاتح، لا حلو. لما تيجي تخمر وتفرد معاكي وتستوي هيبقى لونها ممتاز جدا. ده زي ما قلت لكم ما اقدرش ان انا احدد لك قد ايه بالظبط كاكاو، عشان حسب النوع بتاعك. انا جايباه خام يعني من غير سكر ولا حاجه. التانية برضو مكعب الزبده كده هدعكها كويس جدا فيها. مكعب الزبده بقى بيديلها طعم حلو وبيديلها طراوه كده، بتبقى مختلفه. النور قطع بقى معلش فبصورهم برضو. دي برضو هلم العجينه بتاعتي وهكورها كده وهخليهم على جنب. اهم حاجه اغطيهم بقى كده بكيس ولا حاجه، واغطيهم بفوطه. انا بحطهم بيتخمروا في البوتاجاز، يعني البوتاجاز كده بقى في بحطهم جوه من غير ما اولع النار. بحطهم وبسيبهم لحد ما يتخمر. هجيب بقى رشه بقى كده من الدقيق على الرخامه بتاعتي، واجيب اول حاجه اللي هي اللي هي البيضه، واروح فردها كده بالنشاب. هتحاولي بقى ان انت تفرديها على قد ما تقدري، بس السمك بتاعها برضو ما يبقاش خفيف قوي علشان ما تقطعش معاكي وانت بتلفيها رول. لقيتها بقى ملزقه من فوق شويه، رشه دقيق بسيطه كده. الدقيق ده علشان بس ما تلزقش منك على الرخامه، ما تلزقش منك في النشابه، وتفردها معاكي على طول. بصوا بقى الوصفة، يعني الطريقة الحتة دي بصراحة ممتعة، يعني الفرد كده في العجين بيبقى ممتع وليه ريحة كده في قلب الفوق، يعني في قلب الشقة كده بيبقى ريحته جميلة بصراحة.
برضو هاخد الكاكاو كده اللي هي الغامقة، هفردها برضو، احاول ان هي تبقى قدها او اقل شوية، علشان انا عايزاها تبقى الاتنين قد بعض. انا بخليها اقل شوية علشان هتتفرد على العجينة اللي تحت. هاجي بقى برضو بالنشابة كده افكر العجينة كده شوية واروح نقلها. ما تخافيش، هتتنقل معاكي بالصورة، مش هيبقى فيها اي حاجة. ادام انتي حاطه تحتيها من على الرخامه حبه دقيق كده، ما تخافيش مش هتلزق معاكي. شايفين بقى اهو، انا بقول لك تبقى قدها او اصغر شويه، علشان الشوكولاته هتقدري تفرديها على الايه، على البيضه، هتتفرد معاكي بسهوله. هجيب بقى الحشوه دي اختياري. جبت معلقه صغيره من القرفه، على معلقتين 3 كده من السكر، وهاخدهم احط برضو منهم. هاجي بقى يعني اقل من نصها، وتروحي ماشيه كده خطوط عريضه مش رفيعه، يعني ما تبقاش رفيعه قوي، تبقى بالايه السمك اللي انت شايفاه ده، اقل من نص. هاجي بقى اهم حاجه بقى الرشه، الزبده دي، لا لازم ترشيها رشه من الزبده كده، بتدي لها طعم حلو. وهحط بقى ايه حبه السكر بالقرفه، ومعايا بقى الشوكولاته. دي شوكولاته خام، بقطعها بس قطع صغيره كده، وبروح فردها زي ما انت شايفه كده. تقدري بقى ما تحطيش سكر، تحطي نوتيلا، تحطي مربى، تحطي اي حاجه. بس انا هنا حطيتها بصراحه، الشوكولاته خطيره مع حبه السكر كده، بتخليها مسكره وحلو. مش حابه القرفه، خلاص بلاش قرفه، حطي معلقتين كده من السكر، وحطي الشوكولاته المبشوره دي، هتبقى خطيره معاكي، وهتبقى بتبظ كده من الشوكولاته من كل حته، هتبقى حلوه. انا لفيتها زي ما انتوا شايفين كده، بلفها، تلفيها كلها زي ما انت شايفه كده، وبعد كده تروحي لفاها رول. تحاولي بس تلفي من ناحيتين، تلفي من هنا ومن هنا، عشان ما تجيش معاكي حته رفيعه وحته تخينه. يعني تحاولي ان انت ايديكي كده على الاتنين من ناحيتين. بس كده لفتها وبقت تحفه معاكي. تجيبي بقى اي صينيه، مش شرط الصينيه دي خالص، ممكن اي صينيه عندك هتروحي حطاها فيها. اهم حاجه ترشيها كده برشه من الزبده. لو هتعمليها في صينيه عاديه، الافضل ان انت تحطي ورقه زبده من تحتيها، عشان لما تيجي تقلبيها تقلبيها بالصوره. برضو بغطيها كده وبسيبها بقى في مكان تتخمر لحد ما ترتفع معايا بالارتفاع ده. هنيجي بقى تغطية الوش، تقدري ان انت تغطيها تمسحيها كده برشة من اللبن مع معلقة سكر صغيرة. تقدري ان انت تاخدي صفار البيضة اللي هي فاضت مننا، واحط عليها رشة من الفانيليا مع معلقة لبن، وتغطيها كده. لو انت مش هتدهني الوش بصفار البيض، يبقى حطي البيضاية كلها في قلب العجينة. شايفين ما شاء الله تحفة. هقول لكم بقى على سر التسوية بتاعتها ده. اول حاجة لو انتي عمليها في الصينية دي، بتبقى رقيقة شوية، بحطها فوق صينية تانية. يعني بجيب صينية واروح حاطة عليها الصينية دي، علشان من تحت ما تتحرقش معاكي. دي اول حاجة. تاني حاجة، بتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة زي الكيكة، علشان تستوي. هي مرتفعة. لو انت عايزاها بسمك اقل، هتحطيها في صينية واسعة شوية. الارتفاع ده في ايديكي. عايزاها تبقى مرتفعة، هتحطيها في صينية ضيقة. لو انت عايزاها تبقى سمك اقل، هتحطيها في صينية واسعة. وهندخلها الفرن، مش هتحتاج لشواية ولا اي حاجة. هو وشها يتحمر كده زي ما انت شايفة. اول ما هتخرج هتروحي رشه بقى كده بالفرشه، رشه بسيطه من الزبده، ونروح مغطيينها، هتبقى بالتحفه اللي انت شايفاها دي. اهم حاجه اول بس ما تخرج رشه من الزبده جميله كده، وتروحي مغطياها بقلب فوطه كده، هتبقى خطيره معاكي ما شاء الله بجد. هشه جدا من جوه. اهم حاجه بس ما تستعجليش عليها من النار، يعني ما تخرجهاش على طول، استني عليها، هتستوي وهتبقى زي الفل. بنحطها على الشبكه في النص. شايفين الشوكولاته بتبظ منها من كل حته. تحفه جدا. اتمنى ان بجد تجربيها. الوصفه سهله، ما فيهاش اي حاجه. المكونات سهله زي ما قلت لك. تقدري ان انت تبدلي اللبن بميه، تقدري ان انت تحطي نص كميه ميه، نص كميه تاني لبن، في ايديكي خالص. تقدري ان انت تستخدمي البضايه، او ما يعني لو مش متوفره ينفع برضو تستغني عنها.
يا رب تكون عجبتكم. مع السلامة.